جاي النهاردة أكلمكم عن ماتش مصر واستراليا. ايه الماتش الجبار ده؟ ايه اللعيبة اللي بتاكل النجيلة دي؟ قد ايه النجاح حلو، قد ايه لما جابوا جول في الأول، لما جاب إمام عاشور أول جول، قد ايه حسينا ان لا احنا خلاص قربنا نوصل. ضربات الجزاء دي بقى في حتة تانية، كلنا قاعدين على أعصابنا. لا بجد شابوه للعيبة وشابوه لحسام حسن، لا كله أبذل مجهود وكله كان بيحاول يعمل حاجة. لو لسه الماتش بتاعك ما بدأش ابدأ دلوقتي، ما تستناش، النجاح حلو واديك دقته بس في ساعة في الماتش النهاردة. ليه مش عايز تبدأ وترسم تاريخك دلوقتي؟ يمكن ماتش النهاردة خلص والنتيجة بتتنسي بعد أسبوع، لكن الرسالة هتفضل إنك ما تخليش خوفك من الخسارة يمنعك من دخولك المباراة، لأن النجاح مش للمحظوظين، النجاح للناس اللي بتنزل الملعب وتفضل تحاول لحد ما العالم كله يضطر يسقف لها. اسأل نفسك سؤال واحد: ايه المباراة اللي انت مأجل تلعبها في حياتك؟ ابدأها النهاردة، يمكن تكون دي بداية أكبر نجاح في حياتك. النجاح حلو، مبروك لمصر، مبروك للعيبة، وإن شاء الله إن شاء الله نكسب الأرجنتين المرة الجاية. اوعى تفكر إن هي جت معاهم بالحظ، لأ، جري الملعب صعب، ان هم عارفين ان الناس مستنية تفرح صعب برضو، شعورهم اكيد قلق وتوتر الوقت كله. اعمل اللي عليك وابدأ الماتش بتاعك، وان شاء الله ربنا هيشوف سعيك وهتوصل. ويا مصر بتعمليها ازاي؟